المشاهدون الأكارم، سعدتم مساءنا أينما كنتم بكل خير من الفضائية الارتياح. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. انعقاد مؤتمر الشباب في إقليم عنسبة. تعزيز دور المرأة في القاشبركة. دعوة لتعزيز دور المرافق الخدمية لمكافحة الجريمة. مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو. الرئيس الإيراني رئيسي في الصين وسط توترات مع الغرب. جنوب إفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية جراء الفيضانات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة من 4 وحتى 6 من فبراير في مدينة كرن المنتدى الأول للطلاب تحت شعار اليوم أيضا الوعي سلاحنا. وأوضح مسؤول الفرع السيد الزازي برخة آب تنفيذ برامج مرضية للتعرف على المصاعب التي تعيق مشاركة الطلاب وكفاءتهم والدفع بنشاط الطلاب في جميع المجالات والتأطير وضمان قيادة الطلاب في المدرسة وتعزيز دورهم في لجان الآباء. وأكد مسؤول التعليم الأستاذ كفلي عند ميكائيل الاستعداد القائم من جانب وزارة التعليم لتعزيز دور ومساهمة الطلاب في التعليم الأكاديمي والعملية التعليمية. وقدم في المنتدى توضيحا حول التقييم الذي أجري عن البرامج المنفذة وبحث قضايا دور التعليم لتطوير المجتمع ومساهمة الطلاب لرفع كفاءة التعليم وأهمية الوعي في الخدمات التعليمية والسياسة الأكاديمية وتنفيذها. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين وحاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أوضح أن الأنشطة المنفذة جزء من الاستثمار الحكومي لتطوير قطاع التعليم. ودعا المشاركون لتنفيذ النقاط التي أصدر القرار بشأنها في المنتدى. من جهة أخرى، أوضح الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم القاشبركة في السيمينار الذي عقده يوم 10 و11 من فبراير في مدينة بارنتو، أوضح بأن البرامج التي ينفذها لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات تحقق نتائج مشهودة. تناول السيمينار أهمية المعلومات والوعي والتعليم ومصدر المعلومات وسبل الاستفادة منها. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة يحدى يوهانس تنفيذ أعمال التدريب المهني ومكافحة العادات الضارة وتقوية برامج التصدي بالتعاون مع الشركاء. وأكدت قيام الاتحاد بالعون اللازم حسب المستطاع لتمكين المرأة اقتصاديا. وطالب المشاركون لتوسيع الدورات التدريبية المهنية وضمان استمرارية برنامج تعليم الكبار. احتفل المواطنون في بريطانيا في 12 من فبراير بالذكرى 33 لعملية فنقل البطولة تحت شعار فنقل عهد راسخ. وأفادت المعلومات الواردة بأن الحفل شارك فيه مئات المواطنين المقيمين في لندن. وذكر مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية في سفارة إرثرا ببريطانيا وأيرلندا السيد تولد يوهانس الحفلة التاريخية للمناسبة الجليلة ومعنى الاحتفال بها، مشيدا بالجهات التي نظمت الحفل بهذه الروعة. وأكد المشاركون في المناسبة التي حفلت بعروض ثقافية وفنية وقوفهم إلى جانب حكومتهم وشعبهم، متعهدين لتقديم كل ما يطلب منهم كالعادة. أعلن مدير ضاحية بدة السيد إدريس غونسال صيانة مشروع مياه بدة الذي يعمل بالطاقة الشمسية والذي دمرته السيولة القوية العام الماضي وتسبب في معاناة كبيرة للسكان. وذكر بناء حاجز حجري لمنع حوادث مماثلة مستقبلا، مشيدا بمشاركة السكان في أعمال الصيانة.
يتكون المشروع من بئرين و3 خزانات مياه و10 نقاط توزيع المياه. تضم ضاحية بدة 5 قرى. دعت الشرطة لدى لقائها أصحاب وعمال المرافق الخدمية في مديرية تسني دعت لتعزيز دور المرافق الخدمية بهدف مكافحة الجريمة. وأوضح قائد مركز الشرطة في المديرية النقيب ستيفانوس كيدانا مريم المخالفات القانونية المرتكبة في المرافق الخدمية، داعيا أصحابها وعمالها للاهتمام والامتثال للقانون. وقال أن المخالفات المرورية وقانون الهجرة والجنسية والسرقة وشراء الممتلكات المسروقة وخيانة الأمانة واستخدام المخدرات والتجارة غير القانونية من الظواهر التي شهدها عام 2022. من جانبه أوضح مسؤول مكافحة الجريمة الرقيب فتاوزجي قبر مريم أن المخالفات المرورية أصبحت مقلقة، وقد أودت الحوادث المرورية العام الماضي بحياة 6 أشخاص وإصابة 46 بجروح وتدمير ممتلكات بقيمة أكثر من 1,800,000 نقف. وطالب مدير مديرية تسنية سيسيوم قبر يسوس المؤسسات والمرافق الخدمية لتوخي الحذر كي لا تكونوا مأوى المجرمين، مؤكدا على العمل الرقابي بتعاون الشرطة والشعب للمرافق التي تقدم الخدمات في أماكن غير آمنة. وأكد الحضور على العمل لتصحيح الإهمال الذي يظهر في موقع العمل. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي قتل 19 شخصا على الأقل، بينهم 9 متطوعين في القوات المسلحة في هجومين في بوركينا فاسو التي تشهد هجمات جهادية بحسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية. وقتل 7 متطوعين في هجوم في قرية ديمبو شمال غرب البلاد، على ما قال مسؤول في القوة المسلحة لوكالة فرانس بريس. وقتلت مجموعة إرهابية 12 شخصا، بينهم متطوعان في يارغانيتا القرية القريبة من الحدود الشرقية مع توغو وغانا بحسب مصادر محلية. وقال مسؤول محلي هذا ثالث هجوم يستهدف يارغاتينا خلال الشهر، مضيفا أن مفوض البلدة قتل في كمين في الأول من فبراير. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس، يرتقب أن تشهد التوقيع على عشرات الاتفاقات لتعزيز التعاون وسط التوتر في علاقات البلدين مع الولايات المتحدة. وعند مغادرته مطار مهرباد الدولي بطهران، قال إبراهيم رئيسي إنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على 20 مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي بين إيران والصين. وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة بداية متابعة تنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي الشاملة على مدى 25 عاما بين البلدين. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وان بين، سيعقد شي ورئيسي محادثات لوضع خطط مشتركة من أجل قيادة التنمية المستقبلية للعلاقات الثنائية. ووقعت الصين وإيران اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مارس 2021 بعد نقاش لأعوام، ولم ينشر الطرفان وقتها الخطوط العريضة للاتفاقية، إلا أن الخارجية الإيرانية عدتها بمثابة خارطة الطريق متكاملة تشمل مجالات مختلفة منها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لفترة 25 عاما من التعاون بين إيران والصين. أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا حالة الكوارث الوطنية جراء فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى وعدد من المفقودين. وقالت الحكومة إنها أعلنت حالة الكوارث الوطنية لإتاحة استجابة قوية ومنسقة لتداعيات الفيضانات، حيث تسببت الأمطار في أضرار مادية في مناطق مختلفة وكذلك سقوط العديد من الضحايا.
ولم تصدر حصيلة للضحايا على المستوى الوطني، لكن الأحوال الجوية السيئة تهدد 7 من المقاطعات البلاد التسع، لا سيما تلك الواقعة على الساحل الشرقي المطل على المحيط الهندي. وقالت الرئاسة في بيانها أن المزارعين تكبدوا خسائر في المحاصيل والمواشي. والعام الماضي شهدت جنوب إفريقيا أسوأ فيضانات في تاريخها، وسجلت أفدح الخسائر يومها في دبران، ثالث كبرى مدن البلاد وأحد الموانئ الرئيسية في القارة. الخبر الأخير: أعلنت وزارة الدفاع الهولندية اعتراض مقاتلتين هولنديتين من طراز F-35 ل3 طائرات حربية روسية اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف الشمال الأطلسي، تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتان بالحلف والاتحاد الأوروبي. وذكرت الوزارة أن مقاتلتين هولنديتين من طراز F-35 اعترضتا تشكيلا من 3 طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واعتادتها إلى خارج تلك المنطقة. وأضاف أن الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف الشمال الأطلسي من كاليغراند. يشار إلى أن كاليغراند هي منطقة روسية على ساحل البلطيق، تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بحلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. في ختام النشرة نذكر بأهم ما جاء فيها. انعقاد مؤتمر الشباب في إقليم عنسبة. تعزيز دور المرأة في القشبركة. دعوة لتعزيز دور المرافق الخدمية لمكافحة الجريمة. معطل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو. الرئيس الإيراني رئيسي في الصين وسط توترات مع الغرب. وجنوب إفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية جراء الفيضانات. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.